ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هعمل ورق السجق حلو قوي، مش ورقة لحمة، لا هنعمل ورقة السجق سهلة جدا. تعالوا معايا بصلتين، ومعايا فلفل الوان، ومعايا قطيتين، ومعايا توم شرايح، ومعايا نص كيلو من السجق. هنزل في طاسة سخنة كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي او زيت او سمنة عادية براحتك. وبعد كده هنزل بالسجق هديله صدمة كده. زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بالبصل، وكله هيبقى في طاسة واحدة. هنزل دلوقتي بالبصل وهديله تشويحة برضو حلوة كده، يطلع ريحته كده الجميلة. وبعد كده هنزل بالفلفل، فلفل الالوان، ومعاهم فلفل حامي، قرن فلفل حامي براحتك، عايزة تحطيه حطيه، بس بيدي طعم وريحة حلوة قوي. وبعد كده هنزل بتوم شرايح، اقلبهم برضو كلهم مع بعض لحد ما التوم تطلع ريحته. بس انا مش عايزة الحاجة تدبل وتتهري، انا عايزاها كل حاجة تبقى صحيحة وشكلها حلو كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت بالقوطة وهرجع السجق تاني وهديلهم تقليبة حلوة كده مع بعض. وهنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل وكزبرة وكمون وجوزة الطيب وقرنفل. طبعا ما تكتريش توابل قوي عشان السجق فيه توابل. واسفة، هو مش قرنفل، هو كوبيبة صيني. وبعد كده هحطهم في ورقة فويل، ورق الزبدة، واحطهم في الفرن، بس هيطلعوا البخار بتاعهم زي ما انتوا شايفين كده. ورقة فويل وعليها ورق الزبدة، واقفلها كويس واحطها في الفرن يعني حوالي 10 دقايق بس. بعد كده، بعد ما بتطلع من الفرن شكلها حلو قوي، طعمها جميل جدا. وبالهنا والشفا.